الحمد لله الماتش خلص على خير. وانا بقول العقده الوحيده لبيراميدز، العقده الوحيده في الدوري المصري لبيراميدز هي النادي الاهلي. اول ما ظهرت بيراميدز عدلت الاهلي 3-4 ماتشات، لكن بعد كده خد وحط حد معاك تاني يشيل، جيب ناس تانية معاك تشيل، اللي كان هيشيل انسحب. فانت يا بيراميدز كتر الف خيرك بصراحه، انت عملت مباراه والله العظيم والله العظيم مباراه تكتيكيه، مباراه 10/10 بكميه الاجهاد اللي عندكم، بكميه اللياقه اللي غير طبيعيه اللي عند اللعيبه بتاعت بيراميدز. بصراحه انا بقول هي مساله وقت، وبيراميدز هيحصل بطولات، هياخد بطولات، هي بس مساله وقت. الفريق دي ناقصه بس ناقصه كاريزما البطولات. الاهلي خلاص كاريزما البطولات موجوده، 146 بطوله عالميه كامله، 118 بطوله محليه، و28 بطوله تقريبا بطوله دوليه. فيعني بيراميدز على الوضع اللي هي فيه والله 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 بقول لكم هارد لك صراحه، هارد لك لفريق بيراميدز دلوقتي. الاحتفاليه والاستلام، والف سلامه على محمود متولي اللي فقد وعيه كده في اخر الماتش، والحمد لله على سلامته. ودلوقتي زي ما انتم شايفين سيد عبد الحفيظ شوف قوة هو ما احنا مبسوطين بصراحة، مبسوطين. جمال علام موجود والناس كلها موجودة بصراحة، بسم الله ما شاء الله يعني. بس انت يا كوبر الشوط الاولاني يعني حاسس ان هو ساب الماتش لبيراميدز الشوط الاولاني عشان خاطر عارف ان هم موجودين وعندهم اجهاد رهيب، حاول معاهم ان هو يجهدهم اكتر ويديهم الكوره ويقول لهم خدوا الكوره هي نلعبوا بيها ومش عارف ايه. لكن بيراميدز قوي، فريق قوي بصراحه، فريق قوي وناقصه لعيبه كبيره. كان عندك عبد الله السعيد، احمد فتحي، اللعيبه دي لو كانت تلعب بصراحه كان هيعمل ماتش رهيب وكان ممكن يفوز. انا كنت متوقع ان بيراميدز تفوز 2-1 على الاهلي، لكن الحمد لله الاهلي جدها وجدود في كل الاحتفاليات، الاهلي جدها وجدود. الف مبروك للنادي الاهلي مره ثانيه، ومبروك يا كولر على المنظومه اللي انت عملتها. بس ارجع واقول حسين الشحات انت واحمد عبد القادر بلاش الانانيه بالله عليكم. حسين الشحات انت كان معاك فرصه ان انت تدي واحد زميلك زي كهربا، زي محمد، زي قفشه، تديله الكره في اخر كره دي تديها له يقول لك هيسجل، الشبكه موجوده. لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والف مبروك للنادي الاهلي، مش نقدر نقول اكتر من كده. والتنظيم الرائع من دوله الامارات بالعند في ناس زمانها دلوقتي بتقول شوف عاوزين يبوظوا الماتش، لكن الاستاد هي دي جماهير الاهلي، والله العظيم هي دي جماهير الاهلي. الاستاد بيشيل تقريبا قبل 30,000 موجودين، ولسه لو كان الاستاد ده شيل 100,000 هيشيل، هيعملوا الاستاد. هي دي جماهير الاهلي، هي دي جماهير النادي الاهلي العريقه، الجمهور اللي ما بيوقفش قدامه اي حدود، لو في حدود قرارات هيروح. ليه؟ حب النادي. المخرج النهارده كان بيجيب لنا لقطات رهيبه 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 رهيبه. ايه هي؟ الاطفال. شوف حب الاطفال، الاهلي بتحب شوف سبحان الله، اطفال لسه صغيره بتشجع في الاهلي. انا شوف الطفل متنرفز ومتضايق قوي عشان الكره ضاعت لكن اقول لك انت بتشجع فريق بطل يا بطل، ولا الراجل الشاب الكفيف اللي بيتفرج بيسمع الماتش على الراديو. يعني حاجه والله المفروض يتكرم، المفروض ينزل كده يتكرم. شوفوا الاطفال، شوفوا اطفال بسم الله ما شاء الله، تنظيم
حاجة حاجة بسم الله ما شاء الله، الحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام أول حاجة، وبعدين نعمة الأهلي نعمة بصراحة، وإحنا بنشجعها وبيسعدنا على طول. إذا كان بيفقد صوابه في بعض البطولات فهو عن طريق الإجهاد والبطولات الكثيرة اللي هو بتشترك فيه. لكن السنة دي إن شاء الله كأس مصر، كأس السوبر، إن شاء الله اللي جاي دوري الأبطال، إن شاء الله الدوري جاي، بطولات كثيرة جاية إن شاء الله. إن شاء الله إحنا وراك يا أهلي، إحنا وراك يا أهلي. وألف ألف ألف شكرا للنادي الأهلي، ألف شكرا للنادي الأهلي، ومع السلامة.